بتحاولي مرات تخفضي وزنك وبتفشلي مع انك ملتزمة بالحمية. اكيد هالشي بحسسك باليأس، خصوصاً لما تشوفي انه وزنك عم يزيد بسرعة بدل ما ينخفض. بهالحالة مرات كتير بتكون مشكلتك الأساسية مع نسبة المي الزايدة بجسمك ومش الدهون. انحباس السوائل هي المشكلة اللي عم تمنعك تكوني رشيقة مثل ما بتحلمي. بعكس ما بتتصوري، مش ممكن تتخلصي من نسبة المي الزايدة بجسمك وتطلعيها منه إلا لما تركزي على شرب المي. حاولي تعرقي لأنه التعرق بيطلع السوائل الزايدة بجسمك والملح، وأكيد الرياضة هي حل أساسي إلك. تجنبي الملح بالأكل والأطعمة المالحة. حاولي تضيفي للأكل التوابل والزنجبيل والثوم لتحسني طعمته بدل ما تركزي على الملح. تناولي كميات كافية من الألياف، بس برجع بذكرك إنه كل شي بتعمليه ما بينفع إذا ما ركزتي على شرب المي. بلفتلك نظرك إنه إذا كانت مشكلتك ناتجة عن أدوية معينة بتتناوليها مثل حبوب منع الحمل، أو عن نقص بالفيتامينات أو بالبروتينات، أو عن مشكلة صحية، الأفضل إنه تتجنبي السبب وتعالجيه حتى تحققي هدفك.